حصل هنا سقوط. تمام. وبعدين في اعتراضات من لاعبي الزمالك ان في مسك وان في مخالفه داخل منطقه الجزاء. قبل ما نشوف الاخيره عايز حاجه كده تلاحظ معايا حاجه، وبرده الناس تلاحظ معانا في اعلان ماشي ورا المرمى اهو. تمام. طب احنا هنروح على يمين الشاشه هنلاقي ان في كاميرا موجوده. مظبوط. الكاميرا اللي هي خلف المرمى دي المسؤوله بالنسبه لحكم الفار عن الاحداث اللي هي بتقع داخل منطقه الجزاء. المفترض ان احنا برضو واحنا بنتفرج كمشاهدين ان المخرج يعرض لنا من عن طريق الكاميرات دي. طيب احنا هنمشي كده بالحاله كده طبيعي، وهنشوف اكتر من لاعب بيسقط. عندي 4 لعيبه تقريبا اللي هم على خط منطقه الجزاء وهيبداوا يندفعوا ويروحوا ناحيه منطقه الجزاء. في واحد في يمين الشاشه خالص نركز عليه بس، هنلاقي ان الاثنين مادين ايديهم تقريبا بنفس الكيفيه. وده طبيعي. طيب هنمشي بقى نخش كده جوه الملعب شويه ونشوف في 2 لعيبه تانيين، واحد بيجري وواحد بيمد ايديه، المسلوسي بيجري تمام بس ما عملوش حاجه. طيب نشوف بقى الاثنين اللي وقعوا. اللي هو واحد في قلب القوس، نرجع اللي هو هيبقى برده على يميننا. برده هنلاقي ان محضون بالايد، ولكن برده ايد لاعب الزمالك اعتقد دونجا برضه بيحاول ان هو يزقه. كل دي التحامات انا هعتبرها طبيعيه. ارجع لي بقى فريم يا ابراهيم ونركز بقى على اخر واحد في الشاشه اللي هو في الشمال. تمام. الاول نركز على لاعب الزمالك، هل هو مد ايديه عمل حاجه ولا لا؟ في اي حاجه منه يا كابتن طارق؟ لا، الراجل ما عملش اي حاجه. انا بس الاول عايز اقول ان ده في فرق بين الفرود ده وبقيه الفراوده بتوع الزمالك. اذا كان في شد وجذب ما بين الفراوده والمدافعين. انت بتتكلم على مشاركه الفرود المهاجم مع المدافع في ال4 لقطات. عندنا الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم كلهم طبيعي. انا كمهاجم بمد ايديا وبحاول ان انا اجري، وهو كمدافع بيحاول ان هو يمنعني، ودي في الالعاب في الحاله الاخيره مشروعه. اخر حاله هي اللي تهمنا. لاعب الزمالك اهو بعيد هيبدا ان هو يجري بس بدا يمد ايديه لاعب انبي وهو لسه بيكمل جري بدا خلاص اهو بيروح عليه بجسمه وبايده وبقدمه. المخالفه الاعاقه موجوده داخل منطقه الجزاء. كان لابد هنا لعبد العزيز اولا ان هو يحتسب ركله جزاء. فشل في ان هو يوصل للقرار السليم. كان لازم حكم الفار يعمل زي ما احنا عملنا على الاقل من الكادر البعيد. احنا قربنا الصوره. مين حكم الفار؟ الاخ مصطفى عثمان. لا اسامه مصطفى عثمان. تمام. ما عملش الكلام ده الحاج مصطفى من الكادر البعيد، واعتقد ان هو لازم يكون عنده زوايا قريبه يقدر يشوف منها، سواء من اللي هي على شمال المرمى اللي انت شاورت لنا عليها دي بالظبط كده، على شمال المرمى. لو مش جايبه انا هلجأ للبعيد بس هقرب الصوره عشان اوصل يعني ضربه الجزاء اللي احنا شفناها. طبعا كانت في الدقيقه كام والنتيجه كام؟ ضربه جزاء ما اتحسبتش، كان في الدقيقه 35 كان الزمالك متاخر بهدف 1-0. يعني ده تعادل. يعني انا بقى مش هقولها كده يا كابتن طارق. انا بتكلم عموما، بكلم نفسي يا كابتن. لا انا مش هقولها كده، العفو. انا مش هقولها كده. في ركلات جزاء او في اخطاء بتبقى مؤثره في سير واحداث المباراه، وفي اخطاء بتبقى مؤثره في نتيجه المباراه. دي من انهي نوع؟ دي من الاخطاء المؤثره في نتيجه المباراه اللي احنا بنتكلم في 1-0. تمام. ركله جزاء تتحسب تعمل 1-1. الناس هتقول لي ليه يا عم ياسر انت بتقول هتبقى 1-1؟ ما ممكن تضيع. وارد ان هي تضيع، ولكن نسبه تسجيل ركلات الجزاء في الدوري المصري بتوصل ل 87%. يعني انا عندي فرصه تسجيل هدف بنسبه 87%، ودي الحقيقه ما حصلش. يعني ضرب الجزاء ركله الجزاء لم تحتسب. وانا كياسر اذا كنت بنتقده لان هو التصوير عامل اساسي في شغل حكم الفار. هنا بس انا عايز اكد على حاجه من الكادر ده. هو هشام عبد الودود له مواقف كثيره جدا مشابهه عشان تبقى عارف. مش انا والله ما اعرف. لا انا بقول لك هو تاريخ. يعني انا فعلا ما اعرفش. هنأكد بس على حاجه في ركله الجزاء دي عشان برضو ما حدش يرجع يقول اصل الكوره كانت في مكان والمخالفه حصلت في مكان. نشوف لحظه المخالفه ما تم ارتكابها الكوره هتنزل فين. اتفضل ورينا يا وليد. بس وهي في مرحله بس شايف الراجل مطلع دماغه منين؟ يعني لو ده كان ممكن يلحقها بالظبط كده. اللي هو انت قصدك اللي هو الجزيري. اللي هو تم ضد المخالفه كان ممكن ان هو يلحقها. يعني الكوره في مرماه كمان مش بعيده عنه. يعني بص الراجل اللي طلعها بدماغه مطلعها منين؟ هي دي نقطه سقوطها. أيوة وكان ممكن هو يلتقيها من قبلها بالظبط كده. فعشان بس ما حدش يقول والله اصل الكوره كانت في مكان، لان برضو من ضمن التعليمات اللي هي موجوده لحكام الفار اذا حصل نوع من المخالفات بالشكل ده وكان في شد وجذب بين الاثنين والكوره مكان سقوطها بعيد، لا انت ما تتدخلش، ولكن بالشكل ده كان لازم حكم الفار يتدخل. دي كانت حالتنا يا كابتن طارق
في ركله جزاء لم تحتسب لصالح الزمالك في الدقيقه 35 من الاخطاء اللي اثرت في نتيجه المباراه. تمام، شكرا كابتن ياسر. انا بشكرك يا كابتن. شكرا جزيلا. اشكركم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. خلص الاستوديو التحليل النهارده. يعني في بعض الناس بتقول لي ان هنفضل ندعم امتى ولغايه نساند امتى، وده قدرنا ان احنا بنحب النادي، بنحب نادي الزمالك، فلازم نساند الزمالك بحلو بمره بانتصاراته باخفاقاته. ما قدمناش غير ان احنا نشجع ونحب الزمالك. بشكركم شكرا جزيلا. خالص تحيات فريق العمل بالكامل وخالص تحياتي.